ولادي تخدعيهم وتلف دماغهم وتقنعيهم انهم يهربوا مني ويسافروا. معركة العالمين قربت تتحسم، لو رومل دخل مش هنلحق نتصرف، هتبقى خسرت شغلك وعايز تخسر مراتك وولادك كمان، هم لفدوا بجلدهم، انفد انت كمان وحصلهم. ومين اللي انت يا ارمان قائم باسمائنا وعناويننا؟ ناس مننا يا رشيد، انت عملت افظع منهم. بتدعوا انكم بتلموا شملنا في الارض الموعوده، والحقيقه انكم بتشتتونا. بتفرقوا الاب عن مراته واولاده. وعشان الاب يبقى مع اسرته واولاده لازم يسافر، اذاك الطياره اللي لاجي كلها ساعات هنبقى في جنوب افريقيا، ومن هناك هنتصرف. خلي بالك دي اخر طياره. عرفتوا تجبروني وتلوا دراعي. اخلص من المحل دلوقتي حالا باي ثمن، المشتري قاعد في الصالون جوه. لا مؤاخذة يا خواجة، اتأخرت عليك. لا انا اتاخرت ولا حاجه يا سي حسن. ايه يعني؟ دمرتني في بضاعه ب 2000 جنيه بس. كل ده عشان حضرتك مشغول بمشاكلك. ده جزات اني وثقت فيك يا حسن. ابعتك تلم تمن حجره الولاعه من التجار، اكتشف ان البضاعه لسه في المخزن ولسه ما اتباعتش. ما تزعلش نفسك يا خواجة، البضاعة اتباعت. بعد ايه؟ بعد 3 اسابيع. المهم خلصت هات الفلوس. اتفضل، ادي تمن البضاعة 2100 جنيه. طيب روح انت. اذاك مفيش وقت. وادي 2100 جنيه زيهم. طيب يعني ما فرحتش بطلب السوق. لما عرفت ان محلات تشكر فدي هتقفل قلت اتقل شويه، قلت 3 اسابيع البضاعه جابت ضعف ثمنها 4200. صحيح عيني كانت هتطلع المبلغ الزياده ده علشان احل مشكله وصولات مراتي، بس لانها امانه ما قدرتش. انت مش بني ادم، انت ملاك يا حسن، واكيد ربنا هيديك على قد نيتك. انت اوفى واخلص انسان قابلته في حياتي. يا ريت العالم كله يبقى شايفني عكس كده، ومراتي تبقى شايفاني زي ما انت شايفني. صحيح، ده انا انشغلت عن مشكله مراتك. خليك في مشكلتك انت. حسن استناني ما تمشيش، انا عايزك. معلش هستنى بره لاني مش طايق الست دي بصراحه. انا ما صدقت اخلص من الشراب المقلوب، هخش في كيس المخده المكرمش. تعالي قابليني بالراجل. عبده، لو حد سأل عليا قول له ان انا في قسم بوابير الجاز. قد كده بتحبني يا شابوري؟ اطلبي وشو ما بدك بعطيكي، بقول لك شبايك لبيك يا عمي بين ايدي. ايوه بس انا كده كلفتك كتير، مش عارفه هرد لك ده كله ازاي. بتردي الروح بهالجسم الولهان، بتردي عقلي براسي، بتردي الدم بقلبي، بتردي النور لعويناتي لما بتتعطفي بتتلطفي وتعيني يوم العرس. قربت خلاص، بس انا اخلص من خطيب الممرود. ولك الله سلام حطه بجيبتي وانسى انه الله خلقه بدعوه. بعمل وانت الفار الممعوق بدليني وقش على باصبعك انت فرجيك شو بدي اعمل فيه. بنينا فاتنستا اهي. امشي بقى فاتنستا ولا باب. تفضلوا يا حضرات، تفضلوا، ساعة راحة للغدا. انت هزفت مش مفتح. انت اللي جابك هنا. جايه اخرب بيتك، انا تطلبني في الطاعه؟ انا الفنانه فاتنستا تقول لي هنقفل المحل؟ قليل الذوق صحيح. لا مؤاخذة، الفنانة فاتنستا بتاعت السيما. ولك عزري ما مصدق حاله، شافك قدامه بشحمك وبلحمك، العمى بقلبك ولا شو ما بتعرفها ولا؟ شابوري روح بسرعه نقي لي خلخال يليق على رقبتي. خلخال في رقبتك؟ عقدي ليه على الفستان بتاعي يا شابوري. تؤمر يا تفاحة قلبي. حسن اذا ما بعدتش عن سكتي انا هاذيك، هلبسك جنايه دلوقتي وكم صاحب المحل واديك في 60 ده. فوقي روحك يا هاني، ما تنسيش نفسك، انت لسه مراتي. انت مراتي. مراتب، في مراتب، عندنا مراتب كويسة. لسه مراتي. اعملي اللي بتقولي عليه ده عشان الناس كلها تعرف ان الفنانة العظيمة فاتنستا هانم بتعامل جوزها ازاي. كلمه جوزي دي بقى. جوزك غصب عنك، جوزك جوز جزم في بني واسود. حاضر حالا. كلمه جوزي دي ما تجيش على لسانك، والا هسمع الكل هنا ان انا مراتك وان انت العواطلي الجربوع اللي بيستغلني وعايش على قفايا. محدش هيصدقك ومش هطلقك. هتطلقني يا حسن. هخليكي زي البيت الوقت. كده؟ طب وريني الفريجيديرات اللي عندكم هنا يا ولد. فريجيديرات؟ عرفت دلوقتي الفريجدير يا بنت جنح اللي لو شافت الفريجدير تفتكره ترمية 12 وتشعبط فيه. فريجدير يا بنت نفخه لما ترقى خرم القله 5 خروم وعملها دش ووقف يستحمى تحتيها. فريجدير احسن من اللي كان بياكل الزبادي بلبست الجزم. واللي كان هيشرب السم بدالك. يا ريتني كنت شربت وخلصت من حبي ليكي. طلعني يا حسن. تعال يا تفاحة قلبي تشوف الاشياء اللي بدك قليل الادب. شو؟ مش انت يا شابوري، الحيوان اللي هناك ده. ما تعرفش
على البك وحمدوني وكل الدنيا وبشرك وحتى يقولوا شو عملت فيها ولا العمى بقلبك ولا؟ انت نص كلامك شو والنص التاني العمى بقلبك. مفيش حاجه جديده، انا اتكلمت، انا فتحت بقي. ايوه لما تقولي هنقفل المحل تبقى بتكرشني. يا ستي لا بنكرش كل حاجه، ده احنا نشيل الهانم فوق دماغنا. مليح. منيح. اشيلك فوق دماغي واطلع بيكي للدور الرابع وازقلك منه. يا عمي ما تفوري دمك، الزلمه مش قاصد. لا بصراحه اصله فور دمي. اري اصله في شبه من السافل المجرم خطيبي. اطلع بالشراب، اطلع بالشراب، زمانه عفن، اطلع. ليه؟ هالفرد فيه 6 رصاصات ولا؟ بوسك رصاصة براسك ورصاصة بقلبك واثنين بعويناتك واحدة بتمك مش ما تعرف تحكي. وكمان ما بتعرفش تحسب؟ كده 5 رصاصات ناقص رصاصة. بطخ فيها اللي بده يداويك. يا اخ خبوري انت مش واخد بالك. الهانم ما بتقولش هو، بتقول شبهه، ويخلق من الشبه 40. ايه بيخلق مش بس بعوص ال40 مش نطفي ناري ولا حبيبة قلبي فتنشتها. مش جايز الفنانة العظيمة فتنستا هانم تكون متجنية عليه. هو اللي هيجني على روحه. انجر هات لي ليمون. مش شغلتي يا هانم اجيب لك ليمون، انت بقى نجري خدي الجردل اللي معاكي ده عشان عايزين ننظف المحل. هي حصلت تجيب سيرة بابو ماما. بابا ماما تزح في المحل استناني. تعالي هنا، تعالي. بس العمى بكرشك اتنيل. بس انت فاكره نفسك مشهوره؟ اصل انا اتهمت. محدش يعرفك. انا هعرف اوريك انت مقامك. نكره يا فتنستا، انت نكره، صاحب المحل مش هيعرفك. انا هعرف اوريك مقامك دلوقتي. الله هيديكي على قفاكي. هزقت وتاني. فين صاحب المحل؟ ايه ده في إيه؟ مش ممكن النجم الهائل فتنستا هانم. ربنا ياخدك. انا اسفه فور دمي. حسن ازاي ما تقوليش ان النجمه الفاتنه بشرف المحل؟ اتلبخنا كلنا، اتبرجلنا، شفنا الهانم اتبرجلنا، شفنا جمالها اتجملنا، شفنا سحرها اتسحرنا، شفنا فتنستا اتفتنسنا كلنا. اخرس يا حيوان. ساليبوه. سرقوه؟ مين اللي سرقوه؟ اللي زيك بيسوق سمعة محل محترم زي ده. حصل ايه يا حسن؟ ايه اللي صدر منك؟ لعلمك يا هانم ده من احسن المستوظفين عندي في المحل. حضرتك مخدوع فيه. ده قليل الادب لما يجيب سيرة بابو مامو يا دي بابو مامو بأنهي لغة دول مش فاهم. ويقول لي احنا مش محتاجين فلوسك على جزمتنا، امشي اطلعي بره. مين يرد لي الاهانات دي كلها؟ معقولة يا حسن؟ انت جننت يا حسن. انا شايفه نازله من الطرميه العباسيه وهي جايه. بس واكد لك يا هانم ان دي اول مرة تحصل في المحل. اصل يا حسن مقروص من الستات. ايوه مقروص قوي. مراته يا هانم ست نمرودة. نمروده وسفروده. شافك اتخيلك هي. انا ابقى مراته؟ عصفوره بتتآية. ايه قرفانه؟ ايه ما ينفعش تبقى مرات ده؟ غريبه تبقى مرات ده؟ استنى بس ما تقعدنيش. الغريبه قوي تبقى مرات ده. استنى يا حسن. مش بني ادم عشان تبقى مرات ده، من رابع المستحيلات تبقى مرات ده. ايوه طبعا من رابع المستحيلات. بس انت حمار انت راجل. آه! قصدي مش واخد بالك يا خواجه. انا قصدي اقول انه اتهيأله انك مراته. اتهيأ له اني مراته. بس مراته يا هانم من بيئة واطية. واطية يا خواجة، خدتها من على لساني. واطية. امها كانت عالمة. المامو لسه جنح، يا ريت عالمة دي كانت بتحزم الفجل وتقف ترقص جنبه. ولا البيبي ولا البوبو ابوها الاسطى نفخه اسطى انونجي اتعلم على ايد منجد بان. ولا ابن الخوخو بلالاي كابيليا
لا واطيه واطيه. تصوري يا هانم، حسن ينتشلها من الضياع واطيه ولما تشم نفسها واطيه ترمي جوزها. واطيه الدنيا جرى فيها ايه يا هانم؟ واطيه. يا ريت يا هانم تعملي قصته في فيلم. هيفشل. عارف ليه؟ ليه؟ واطيه يا خواجه واطيه. انا مش جاي اسمع قصه حياتي، والولد ده بقى لازم يترفد. حاضر يا هانم، انا هجيب لسعادتك ليمون واتصرف معاك. لا، انا مش عايزه ليمون، انا عايزه اعرف فين اتولدت عشان اصلح مكياجي. شاور لها يا حسن. لا، انا عايز اعرف فين التواليت. عرفت دلوقتي التواليت يا لعبه؟ عرفت التواليت؟ نسيتي المراحيض؟ نسيتيها؟ حسن انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي مشكله جوه بحلها. الكلام ده ما يصدرش منك ابدا يا حسن. معلش غصب عني يا خواجه. ما فيش حاجه اسمها غصب عنك، ده شغل، وانا رايي فيك انك دامس الاخلاق، ودي واحده ست. يلا ادخل اعتذر لها عشان نخلص الموضوع. ما اقدرش يا خواجه، ما اقدرش. ما تحجرش دماغك يا حسن، دي سمعه محل. ودي سمعه راجل قدام واحده ست. ايوه ست، بس ما هياش مراتك. للاسف يا خواجه، انت طبعا عارف ان عجايب الدنيا 7. دلوقتي زادوا واحده بقوا 8. الفنانه العظيمه فتنسة هانم تبقى مراتي. ما قلناش حاجه يا حسن، انما يا نهارك اسود ومنيل، فتنستة مراتك انت؟ ايوه يا خواجه. الله، ده انت طلعت نمس بقى. دي حته فرد. جرايه يا خواجه. بقول لك مراتي، انا عليها منك ولا من خبوري؟ انت متاكد يا حسن؟ ايوه متاكد. فتنستة؟ ايوه فتنستة. بنت نفسه. نفخوا يا خواجه، نفخوا مش نفسوا. نفس ولا نفخ، هما الاتنين بياكلوا هوا. ايوه يا خواجه. ايوه مراتي وجايه مستحلفها لي تشوه سمعتي وتشوه صورتي قدامك عشان ترفدني، يا اما اطلقها. ده ابتزاز كده، ما تبقاش مراتك. وازاي تسمح لها بكده؟ زي ما احنا سامحين للانجليزي والالماني يلعبوا بينا عشان هم الاقوى. مراتي هي الاقوى وانا الاضعف لاني حبيتها بكل جوارحي. وبعد الحب والعطف والحنان والاحتواء جالها قلب تمسك سكينه وتخبطها في ظهري. قمه الجحود. ما تعيطش يا حسن، الست دي ما تستاهلش دموعك. المسألة دي يا ابني لازم تاخد فيها قرار. طلعها يا حسن. لا، طلعها وانت الكسبان. خلاص يا هانم، هو عارف غلطته وانا وصيته يعمل اللازم عشان تخلص منه. ميرسي مسيو ايزاك. هات عنك يا عبدو. ما يصحش كده يا سي حسن. يا سيدي، هو الزمن ده بقى فيه صح ولا ما يصحش؟ هو لو كان يصح كان كل كوبايه ليمون داخله تشرب نصها. اتفضل يا فتى الاستهانة. الليمون. انا مش عايزه ليمون. اجيب لك ايه؟ شربات مانجا؟ لو كان معايا برميل سم سليماني كنت فرغته في الكوبايه دي دلوقتي. طبعا عايز تخلص مني عشان تعيش براحتك. مش هلحق، هموت بعديكي بثانيه لان روحي فيكي. حسن بلاش ملوعه.
طلقني، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وصورتك معايا هتطلقني حدهم لك. الوصولات بقت معاكي، هتديني الوصولات بس؟ مفيش زواده، مفيش كماله؟ قصدك ايه يا حسن؟ ده انت لعبه تفهميها وهي طايره. الوصولات دي مش هتجيب لي فلوس. شوف لنا حاجه فوق البيعه. اخس اخس يا حسن. ايوه اخص اخص، طالعه من بقك زي السكر. اخص عليا، ببيع اللي شاريني، بس انا معذور. في ايدي بطه بتبطل بيضه ذهب، اسيبها تروح مني كده بسهوله؟ يا صنف نمرود ما يملاش عينك الا التراب. ايوه احنا ما يملاش عينينا غير التراب، بس احنا مش عايزين تراب، احنا عايزين شويه من اللي غيروكي. عايز كام؟ 500 جنيه كويس؟ 500 جنيه شويه؟ 500 جنيه هيعملوا ايه ولا ايه في الزمان ده؟ عايز اكتر من 500 جنيه. شوف انت بقى، انت ايدك بقت في السوق، وانا ببيع جزمه، ببيع حله، ده انا ببيع مراتي. 1000 جنيه وطلقت. شويه، ده انا مضيت على وصولات ب 3000 جنيه ممكن توديني السجن عشان احميكي. هاجي النهارده اخد فيكي 1000 جنيه بس؟ ده انت غاليه عليا قوي. 2000 جنيه. ده انت اغلى بكتير. 2500 وتخلصني. 2500. 2500. طب ده عشان اطلقك. حبي، قلبي اللي هينخلع من ضلوعي، ده ملوش تمن. 3000 جنيه وتغور من وشي خالص. انا هكتب لك شيك دلوقتي ب 3000 جنيه. اظن كفايه. اتفضل. ورق الطلاق يجيني. استني لا، هقول لك كلمة تحطيها حلقة في ودانك. أنا لما حبيتك ما حبيتش فيك الجسد، حبيت فيك الفكرة. انت بالنسبة لي كنت فكرة. حبيت لعبة اللي رفضت تبقى لعبة في ايدين الناس. حبيت فيك البساطة واختيارك، الطهر والنقاء. رغم جهلك قدرتي تقولي لأ. حبيت فيك القلب الطيب والعينين اللي ما بتعرفش تكذب والوش البريء وروحك القنوعة. كنت مستعد ادفع حياتي تمن صفاتك دي. انما دلوقتي قلبك لما يبقى اسود وعينيك تفتح على الكذب ووشك يبقى كله غش وخداع ونفاق وروحك تبقى جشعة، دول ابيعهم رخيص، رخيص قوي. ابيعهم بتراب الفلوس وابقى انا الكسبان. خلي الوصولات معاكي، هتسجنك مش هتسجن انا. اما الشيك ده يا فتى الاستهانم ما يلزمنيش. ودلوقتي خلاص اقدر اقول لك انتي مش معايا. قصدي انتي مش ليا، بمعنى احنا مش هنبقى مع بعض. بمعنى اوضح، انتي مش هتبقي على ذمتي. جايه انتي طالق